السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم عالم صفوان كام. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وسمحوا لي بزاف على هاد الغيبة اللي غبت عليكم لظروف خاصة، ونتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة، وإن شاء الله الله يدخل علينا الشهر المبارك بخير وعلى خير وحنا بصحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم هاد المعسلة الرمضانية اللي شاهدتوا معايا في أول فيديو. فبالنسبة للمكونات هنا كما كتشاهدوا كنحتاجوا لواحد نصف كيلو ديال كاوكاو أبيض اللي ديجا يعني قشرته من القشرة ديالو وحمرته في الفران، دهنته بالزيت ودخلته حمرته في الفران. نتوما كما كتشاهدوا يعني كيجي مقرمش وكيجي ناشف من الزيت، يعني ما كتجيش كتقهم. صافي هنايا غادي ناخذ هذاك الكاوكاو ديالي وغادي نديروه في الهاشوار وغادي نهرمشو مزيان كما كتشاهدوا، يعني كيجي مذهب اللون ديالو، ما فيش شي حبه محروقه ولا باش ما كتعطيش المذاق ديال المروره. صافي هنايا انا بعد يعني دوزته في الهاشوار ورجع كيف كتشوفوا يعني بحال شكل الكاوكاو كونكاسي، كيجي ناشف ومفرك كما كتشاهدوا. صافي هنايا غادي نزيد ليه شويش نتاع القرفه، واحد معلقه صغيره. فبالنسبه للتنسيم يعني يمكن لكم تنسموه باش ما بغيتو. وهنايا واحد قياس 2 معالق كبار حتى 3 ديال الزبده مذوبه، يعني غادي نبقى نخلط عيني ميزاني، ما خصنيش تجي داكشي يعني العجينه يعني بحال العقده، خصني تجي مفركه. فانتم كما كتشاهدوا يعني كنبقى نخلط ونضيف حتى ناخذ يعني داك الشكل اللي بغيت. هنايا غادي نزيد واحد القطرات ديال ماء الزهر، فيمكن لكم ديروا روح الزهر، يمكن لكم تنسموا بالفاني، يمكن لكم تزيدوا مسكه حره مطحونه، فداكشي كيبقى اختياري بالنسبه لكم. صافي هنايا هذا هو القوام اللي غادي نحتاج فيه الكاوكاو. هنايا خديت الورق الفيلو، فكيمكن لكم تستعملوا ورق الفيلو ولا تستعملوا الورقه ديال اللي كنحضروا بها البسطيله والمملحات. فهذه ورقه يعني حبيت نجربها، كتجي صراحه رائعه ومقرمشه اكثر من الورقه ديال البسطيله، فهذا راه منتوج مغربي 100%. صافي هنايا غادي ناخذ هذيك لابواط وغادي نفتحها كما كتشاهدوا. ها نتوما يعني كتكون طريه وكيخص التعامل معها بحذر هذا الورق الفيلو حيت كيتقطع دغيا وكيتهرس دغيا. صافي كنفتحوه بشويش وكناخذوه. ها نتوما كما كتشاهدوا هنا راه كنوريكم بانه منتوج مغربي وصراحه حتى في الثمن ديالها يعني في متناول الجميع، وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه وزوينه. صافي هنايا سرحت الورقه الاولى وغادي ناخذ الزبده اللي ديجا ذوبتها من قبل وغنبقى ندهنها حتى غندهنها مزيان. ها نتوما راني منتقله الفيديو باش يعني تشوفوا اللقطات وتشوفوه يعني بجميع التفاصيل باش تصدق معكم هاد المعسله اللي كتجي رائعه صراحه، لا شكلا ولا مذاقا. فاللي ذاقها عندي كانت الصراحه عجباتو وكل شيء يعني خدا المقادير. صافي هنا غادي نضيف الورقه الثانيه وتا هي غادي ندهنها بلطف. هانتوما كما كتشاهدوا معايا من الجنب راه كتقسم دغيا، يعني خاصكم تخدموا معاها بلطف بحال شي بيبي صغيور صافي كندهن مزيان هنايا بالزبده كما كتشاهدوا حتى كنحس بها انها تشربات مزيان. كندهن الاطراف وندهن كل شيء. صافي هنا غادي ناخذ واحد 2 ديال القضبان ديال الشوا اولا شي خشبه اولا شي عود اولا شي حاجه يعني اللي غادي تلفوا عليها. غنضعها في الراس التحتاني ديال الورقه وغنبقى كنوزع هذا الكاوكاو بهذه الطريقه هذه. نتوما كما كتشاهدوا كنرشوا اولا كنوزعوه مزيان حتى كنشوفوا يعني الوجه ديال الورقه تغطى. علاش قلت لكم خصو يجي مفرك باش يعني يساعدكم هكا فاش تكونوا كتقسموه، ما خصوش يكون يعني كيجي معلك، ما خصوش يتعلق، خصو يكون بحال هكا مازال مفرشش باش كيسهل معنا في الرش ديالو. صافي هنايا هذا هو الكميه اللي غادي نحتاجو، وغادي نبقى نلف هذيك الورقه على هذوك 2 ديال القضبان غير بشويه مع الورقه. ديجا كنقولها لكم يعني غير بلطف مع هذه الورقه ديال الفيلو شي شويه سونسيبل. صافي كنبقى كنلفو هكايا، كتحاولوا تزيروا يديكم شي شويه ماشي بزاف باش كيجي داكشي يعني ملفه مزيان. صافي كنبقى نلفها مزيان، ما كنشدها لا بعجينه لا بياض البيض لا حتى شي حاجه، غير هكاياك كنحاول نكمش شويه ديك العجينه على دوك القضبان كنخليهم وكنكمشها مزيان داك الرولو ديالي ديال ديك الورقه. صافي وكنعاود نسلى داك القضبان واحد من هنا وواحد من لهيه وكنهزها نحطها في اللاطه ديالي.
اللاطه بلا ما دهنوها، لاننا فاش غادي نساليو كاع الورق اللي عندنا غادي ندهنوه بالزبده، فيعني ما كتلتصق ما حتى شي حاجه. ها نتوما كتشوفوا معايا انا حطيتها في اللاطه. هنايا انا جربت لكم لا فيديو، بغيت نعاود معكم وحده. فكما كتشاهدوا بنفس الطريقه نتاع الاولى دهنت الورقه الاولى وعاودت ضفت دابا الورقه الثانيه، حطيت القضبان. عندكم تنساو القضبان راه ضروريين كما كتشاهدوا معنا. صافي من بعد درت الكاوكاو نفس الطريقه حتى كنكملوا الورق اللي عندنا وكنكملوا ديك الكميه ديال الكاوكاو اللي عندنا. صافي كنحاولوا ندهنوها مزيان بالزبده من جميع الجوانب باش كتحمر معنا، سورتو الناس اللي عندهم الفران ديال الفران الكهربائي، فكتساعد الزبده باش يتحمر مزيان ويجي محمره من جميع الجوانب وكتجي في نفس الوقت مقرمشه. هذيك الزبده كتعطيها القرمشه. صافي هنايا من بعد ما دهنتها كما كتشاهدوا خديت واحد السكين كيكون ماضي وقطعتها مزيان، دخلتها للفران اللي كيكون سخون، طيبتها على المهل. ها نتوما كتشوفوا هنايا خرجت محمره غزاله مقرمشه. هنايا خديت العسل ديجا كان عندي مطيبه، راكم عارفين دابا الفتره ديال الشباكيه وديال المعسلات الرمضانيه. صافي خديته وغادي نحاول انني نلبسها بالعسل مزيان وغنخليها فيه تقريبا ليله كامله وهي في هذاك العسل حتى كتشربوا مزيان. والعسل خصو يكون يعني جوده ممتازه، ماشي داك العسل اللي كيكون جاري باش ما يجيبهاش باش ما يعجنهاش وترطاب. فراه هكا كتبقى معك الشهر رمضان كامل مقرمشه ما كتخسر ما والو. ايوا هنا سمعوا لي هاد القرمشه وشوفوا لي التعليكه كي كتجي من الداخل. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وبهنايا كنجيو للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى اليوم المعسله ديالي شاركت معكم تعجبكم، وشكرا لكم على المتابعه وشكرا لكم على الاسئله ديالكم عليا، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. فهذا هو الشكل النهائي ديالها، فكيمكن لكم تقدموها كيف ما بغيتوا. كنخليكم على خير وغادي نقول لكم بالصحه والراحه وعواشر مباركه ورمضان كريم مسبقا، ونتلاقاو ان شاء الله في شهيوه من شهيوات رمضان. فان شاء الله غلقى التشجيعات ديالكم وان شاء الله غادي نزيد نتشجع وغنتقوى وغنشارك معكم وصفات اللي ساهلين وبساطين. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.